السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم فيري. هنعمل النهاردة الكريب الاقتصادي من غير لبن ومن غير بيض. هيعجبكم جدا جدا زي اللي بيتعمل بره، بمقادير مظبوطة مية مية وسهل جدا، وهنعمله في الخلاط زي ما انتوا شايفين. الكريب اهوت بعد ما عملت الكريب الاقتصادي حشيته بقى بشاورما فراخ وعملت شاورما لحمة زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين بصوا شكله جميل ازاي اهو. ادي الكريب اهوت، شايفين زي بتاع بره واحلى وانضف كمان اهوت. تعمليه ومش هيكلفك زي ما بتجيبيه من بره. وادي كمان اللي انا لفاه اهوت مدور زي عيش الشاورما اهو، مقدمه جنبيه بطاطس ومخلل. ان شاء الله اتمنى يعجبكم باذن الله. يلا مع بعض شوفوا معايا المقادير وشوفوا طريقه الكريب الاقتصادي هنعمله ازاي. يلا بقى هنبتدي مقاديرنا يا حبايبي اللي هنعمل بيها الكريب الاقتصادي اللي بيتعمل بره في المحلات. نفس الطريقه ونفس المقادير دي بيعملوا بيها من غير لبن ومن غير بيض. طريقه اقتصاديه موفره خالص. الطريقه دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد ان انا يكون عندي دقيق وسكر وملح وميه فقط لا غير. هي دي المقادير الاقتصاديه للكريب الاقتصادي، وده نفس اللي بيتعمل في المحلات الكبيره المشهوره يا حبايبي، من غير لبن ومن غير بيض. خلاص هنعمل ايه بقى؟ وهنعمله في الخلاط زي ما انتوا شايفين. انت تقدري تضربيه بالمضرب اليدوي في طبق، مفيش اي مشكله، بالمضرب السلك العادي بتاع الكيك، وتقدري تضربيه في الخلاط برضو. طريقه سهله وبتوفر علينا الوقت والجهد. فانا هضربه في الخلاط وبعد كده برضو هعمله بالمضرب الكهرباء معاكم زي ما انتوا شايفين. اول حاجه هجهز المقادير بقى بتاعتي وهجهز خلاطي. اول حاجه نحب نعرفها يا بنات ان انا لما اجي اعمل الكريب الاقتصادي كل كوبايه دقيق بتاخد كوبايه ميه. دي مقادير بصي ثابته ما بتتغيرش. كل كوبايه دقيق ليها كوبايه ميه، ليها ذره ملح، ربع معلقه سكر. ده بالنسبه للكوبايه. خلاص كده هنيجي بقى مع بعض دلوقتي هنعمل ايه يا فري. هنعمل اول حاجه كده كميه. هبتدي اول حاجه هنزل كده بكوبايه ميه. ادي كده كوبايتين. هبتدي يا بنات بكوبايتين خلاص، لان انا هعمل مقادير 6 كوبايات. ممكن انت عايزه تعملي 3، عايزه تعملي 4، اللي انت عاوزاه. طبعا كل واحد بقى بيعمل الكميه اللي هو حابب يعملها. انا هعمل 6 كوبايات، فانا اهو قدامكم حطيت كوبايتين ميه هنزل عليهم اهو بكوبايتين دقيق. ادي كوبايه وادي الكوبايه التانيه اهي زي ما انتوا شايفين، تبقى نفس الكوبايات اللي انت بتعايري بيها. خلاص هحط ايه بقى للكوبايتين؟ طالما يعني الكوبايه، بصوا بنحط مثلا للكوبايه ذره ملح كده. ادي كده الكوبايه وادي كده للكوبايه التانيه اهي ذره ملح للكوبايه التانيه. هنعمل ايه بقى؟ هناخد ربع معلقه سكر اهي للكوبايه الاولانيه، وادي ربع معلقه سكر للكوبايه الاولانيه. خلاص كده ها المقادير كده ماشيين معايا واحده واحده. فيها اي مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله زي ما انتوا شايفين اهو. هنقرب بقى الخلاط بتاعنا اهوت ونضرب المقادير دي كلها في الخلاط. حبايبي زي ما انتوا شايفين انا خلصت ضرب اهو اول كميه. هنجيب بقى البوله بتاعتنا ونجهز فيها المضرب السلك برضو عشان نضرب برضو فيه عشان ما تتخنش مننا. ونسيت اقول لكم حاجه يا بنات، ان الميه بتاعتي اللي انا بعمل بيها لازم تكون ميه دافيه زي دمعه العين. معلش نسيت اقول لكم، مش ميه بارده، لان احنا هنسيب العجينه تريح حوالي من ربع ساعه لنص ساعه. خلاص كده ونضربها بقى كده ونبتدي نعمل الكميه التانيه بميه. قلت لكم عشان ما تنسوش ميه تكون دافيه زي دمعه العين. يلا نجهز الكميه التانيه بنات. كمان الكميه بقى التانيه هنبتدي نحطها اهو. ادي كده كوبايه، ادي 2. خلاص نعمل زي ما قلت لكم 2 2 عشان الكميه عندنا تبقى الخلاط يعني يضرب لنا الحاجه كويس، ما تبقاش زياده في الخلاط. خلاص نجيب بقى الميه اهو. هجهز بس الميه عشان ما بهدلش الدنيا. اهي الميه يا بنات اهي. ادي كده كوبايه وادي كده كوبايه. خلاص نبتدي بقى نجيب السكر بتاعنا وننزل بقى للكوبايتين زي ما عرفنا بنص معلقه سكر، وننزل اهوت بمقادير الذرتين كده للملح. خلاص وبمعلقه كده نقلبهم بس كده عشان الخلاط يمشي كده بالميه اهو. خلاص نضرب بقى يا حبايبي في الخلاط
نضرب بقى يا حبايبي في الخلاط زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي. خلصنا ضرب. نجيب بقى البوله بتاعتنا اهي، وننزل بالمقادير التانية اللي عملناها اهي. كده احنا عملنا 4 كوبايات، فاضل لنا كده كوبايتين واخلص المقادير بتاعتي اهو. نقلبها كده ونركنها على جنب، ونعمل بقى اخر مقادير هعملها عشان ما اطولش الفيديو عليكم واوريها لكم. ايه يا حبايبي زي ما انتم شايفين انا خلصت اهو كده ضرب المقادير كلها وحطيتها في بوله. بصوا تعمليها بس تضربيها كده بس ايه ضربتين بالمضرب اليدوي زي ما انتم شايفين كده اهي. وهنسيبها بقى يا بنات ترتاح من ربع ساعه لنص ساعه في اي مكان دافي. انا بغطيها وبحطها في فرن البوتاجاز ونسيبها بقى نص ساعه، ونبتدي بقى نعملها نجهز الكريب بقى ونقليه. هنجيب طاسه تيفال زي ما انتم شايفين كده ونسخنها على النار. طبعا انا حطاها بقى لي دقيقه على النار سخنت اهي. ونبتدي بقى ايه نجيب بقى الكريب بتاعنا نقلبه كويس قوي بقى اهو، وننزل بقى بيه في الطاسه ديت كده اهي، ونلف بقى بيها كده نملى الطاسه كلها اهو. ونسيبها كده على البوتاجاز لحد بقى ما تبتدي نلاقي الكريبايه كده اتعملت معانا شمعت، نبتدي نقلبها على الناحيه التانيه اهو يا بنات. خليها بس وش تاني من الناحيه التانيه. طبعا تكوني بقى مجهزه طبق عشان تطلعي فيه الكريب بتاعك لحد ما تخلصي بقى الكميه بتاعتك كلها. اهي يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده خدت لون حلو قوي كده اهي زي ما انتم شايفين اهي بالشكل ده. هبتدي بقى اطلعها على طبق واعمل بقى غيرها. وادي يا حبايبي ادي الكريب الاقتصادي اللي احنا عملناه زي ما انتم شايفين ما شاء الله جميل زي ما انتم شايفين اهو. شايفين الرغيف اهو بصوا اهو، واهو تطبقيه اهو. تطبقيه بقى كريب تعمليه بالطريقه ديت، تطبقيه بقى تعمليه ملفوف كده زي بره كده بالطريقه بقى اللي تعجبك اهو. زي ما انتم شايفين طري وجميل ازاي اهو شايفين، وبص السوا بتاعه جميل ازاي اهو شايفين حلو قوي قوي. وعايزه اقول لكم سهل جدا جدا ومقاديره زي ما انتم شايفين مش مكلفه. دقيق وميه وذره ملح وشويه سكر، بتضربيهم في الخلاط بطريقه سهله جدا ما بتضايقكيش حتى ولا بتتعبك، وفي الاخر بتطلعي الكريب احلى كريب اهوت زي بتاع بره واحلى. وتحشيه بقى باي حاجه، تحشيه بقى بطاطس شاورما فراخ شاورما لحمه اللي انت تحبيه، وبتقدميه بقى وبيبقى طبعا جميل جدا 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 اهوت. انا هجهزه واوريه لكم بس برده هو وانا بقى عاملاه ولفاه قبل ما اختم الفيديو هوريكم هو معمول. حبايبي هنبتدي بقى اوريكم بقى بنحشيه ازاي. الطاسه اهيت على النار زي ما انتم شايفين نار هاديه اهي، وخلي الطاسه بقى كده واهو نعمل كده. ابتدي احط شويه جبنه موتزاريلا زي ما انتم شايفين كده، حطيتها بس عشان هي اهي زي ما انتم شايفين كده. وابتدي بقى اجيب الشاورما بقى بتاعتي. انا عامله شاورما فراخ ولحمه، انت بقى ممكن تعملي بقى اللي انت عاوزاه زي ما انتم شايفين اهو كده. وابتدي بقى اطبق الكريب زي ما بنشوفه بره بالطريقه دي. لو عايزه طبعا تغيري الشكل وتعمليه مدور براحتك اهو كده، ونديله بس تشميعه في الطاسه كده بتدي طعم جميل كده، قرمشه بسيطه تبقى طعمها جميل اهو يا حبايبي. ادينا له تشميعه اهو. نقلبه بقى على الناحيه التانيه اهو شايفين لونه. بصوا اللون ده بقى حلو قوي، تدي سنه قرمشه جميله جدا
ونتك كده عليه اهو كده. وهنطلعه بقى في الطبق بتاعنا اهو. بسم الله زي ما انتوا شايفين اهو. ونشيل بقى اي فضلات في الطاسه عشان خاطر ما تحرقش معانا. هنعمل بقى واحد تاني واوريكم. ودي كمان هعمل لكم واحد شاورما لحمه زي ما انتوا شايفين اهو. انا بعمل دايما بزود في الجناب عشان انا بعمل زي ما انتوا عارفين بقفله زي الكريب ما بيتقفل كده بره بالمثلثات، فبزود في الجناب عشان هي بعد كده بقفل من النص اهو. يعني بعمل الحشو زي بالطول كده اهو كده. دي شاورما لحمه اهي. ونعملها كده وابتدي بقى اهي اعملها كده نصين كده زي ما انتوا شايفين. طبعا بخلي بالك عشان بيسخن جدا اهو. وابتدي اجيبه على الناحيه التانيه كده. وزي ما قلت لكم عايزه تعمليه في الشكل البيضاوي برضو براحتك، دي حاجه ترجع لك اهو. نديله كده تحميصه ونقلبه على الناحيه التانيه. شايفين بصوا اما بنديله تحميصه بصوا كمان بياخد لون وقرمشه جميله ازاي اهو يا حبايبي. ونروح مطلعينه في طبق التقديم اهو. اهو يا حبايبي بقى زي ما انتوا شايفين ادي الكريب بتاعي بعد ما خلصته ما شاء الله. شايفين شكله جميل ازاي اهو زي بتاع بره طبعا واحسن بقى وانت اللي عاملاه بايديكي. شايفين بصوا الجمال ده اللي باللحمه اللي بشاورما اللحمه. شايفين المنظر. طبعا تقدري بقى تحطي انت مايونيز وكاتشب تزودي زي ما انت عايزه. وادي الفراخ اهو اللي بالفراخ. شايفين بصوا المنظر جميل ازاي. شايفين يا حبايبي ايه رايكم بقى؟ شايفين اهو. وادي كمان لفيته اللي انا لفيته مدور زي الشاورما المدوره. هقسمه كده واوريكم برضو شكله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا حبايبي. شايفين شكله، شايفين الحشو جواه عامل ازاي اهو. وتقدري بقى تقدمي جنبيه البطاطس زي ما انا عامله، وتقدري المخلل. وزي ما انتوا شايفين كده بالف هنا على قلبكم اهوت. ان شاء الله اتمنى يعجبكم باذن الله الكريب الاقتصادي بتاعي، وان شاء الله تعملوه. ومستنيه بقى منكم تعليقاتكم تقولوا لي ايه رايكم. ما تنسوش بقى انا عجبكم الفيديو اعملوا لي سبسكرايب واعملوا لي لايك، واستنوني ان شاء الله في وصفه جديده مع وصفات فيري.